يبتلي له واحد، وواحد شوي هاي سالفة الأطروحة السنة اللي طرحتها حول أم البنين، قلت لهم تدرون ليش اللي يضيع حاجة ويقرأ الفاتحة لأم البنين يلقاها؟ خل أعيدها عبر الفضائيات، خاف واحد ما سمع. سمعتوها سيد لو لا؟ كنتم ملتهم بالعزاء، هم خطباء وكل من هاب على زمانه على قولتهن. قلت تعرفون ليش اللي يقرأ الفاتحة لأم البنين يلقى الحاجة الضايعة؟ الناس قالت والله ما ندري، احنا ماخذينها بالموروث وبالفطرة. قلت زين، دعك من قول الإمام الصادق الذي هو أوضح من وضوح الشمس وأبين من بيان الأمس، لها من الكرامات الباهرات والدلائل الواضحات حتى جعلها الله بابا للحوائج. أجيبك بجواب رواية عن العباس. العباس يقول لما قال يمه ما تخلين واحد من أخوتي يمك، واحد يلم كبرتج، لأن أنت ما راح تعيشين بعد الحسين. فعلا ما عاشت على أبعد الروايات 3 سنوات. واحد من أخوتي يلم كبرتج، بكوا السادة لأن هاي مرتبوهم وشايله همهم. واحد من أخوتي يمه يبقى يمك. قالت لابونا يا عباس، قال هي يمه تفضلي. قالت ألم تقرأ من قول الحسين ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ قال هي أسمع سيد الحسين يقول ذلك. قالت الذي يفقد الحسين يجد غيره؟ قالت لا. قالت والذي يجد الحسين يفقد غيره حتى لو أفقدكم كلكم؟ قال هم لا يمه. قالت فإذا فقدت الحسين ما يغنيني ولد. فلذلك حينما افتقدت الحسين فافتدت أولادها جعل الله كل مفقود بفاتحتها. افتهمت العلة؟ أنا قاعد أحكي لك على الشرائع عمي. أدري الغير يتهم بالغلو، بس احنا اليوم برشيد الهجري سيد من اتهم بالغلو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. استضعف مولاي رشيد ومثل بجثمانه